السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة كده كيك اسفنجي لطيف. يعني كنا قاعدين كده بالليل وقلنا عايزين ناكل حاجة حلوة، فما فيش اسهل من الكيك ده، وحلو قوي وخفيف وبرضه تغيير يعني عن الكيك العادي، بس هو بنفس طريقة الكيك العادي. بصوا من جوه عاملة ازاي وشكلها من بره تنفع تورته. فيلا بينا نشوف المقادير. معايا هنا 3 حبات من البيض وظرف فانيليا، ومعايا كوبايتين من السكر، لان انا هعمل مقاس الكيك اللي انتوا شفتوه ده، اللي هي الصينيه الوسط، ولا الصغيره ولا الكبيره. فانا مش عارفه هي مقاسها كام بالظبط، بس انا عارفه يعني المقاس بتاعها، وعارفه مقدارها قد ايه. انا هنا ضربت كده الخليط، البيض مع السكر مع الفانيليا وبس، لغايه الخليط ما فتح بالشكل ده. هنفضل نضرب لغايه الخليط ما يفتح ويبقى لونه كده تمام، كأننا هنعمل كيك سبونج عادي، بس هي تبقى كيكة عادية. بس احنا لازم ناخد الخطوة دي عشان تدينا الارتفاع اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو. وهنحط هنا نص كوباية من الزيت بعد ما البيض والسكر اتضربوا مع بعض وخدوا اللون الفاتح. هنحط نص كوباية من الزيت، وهنحط نص كوباية من اللبن، مع العلم ان انت ممكن تزودي في عدد البيض وتستغني عن الزيت واللبن، بس انا ما كانش عندي بيض كفاية، فاضطريت ان انا ازود لبن وزيت. لكن لو انتي يعني مش حابة تحطي زيت ولبن، زودي عدد البيض، خليهم مثلا 6 بيضات بدل 3. بصوا بقى هنا، يعني كان الخليط بقى كده شكله. معايا هنا بقى 3 كوبايات ونص من الدقيق، كوبايات المج الشاي العادية مش الشوب. ومعايا ظرف بيكنج باودر ورشة ملح كده صغيرة قوي. نقلب بقى المكونات الجافة كده في بعض، وبعد كده بقى هننزل بيها على العجان مرة واحدة، عشان طبعا ده عجان، لكن انتي لو هتعملي بمضرب يدوي نزلي الدقيق واحدة واحدة يعني. هنديله بقى ضربة كده سريعة، وبعد كده هنفصل بقى خلاص، لان احنا مش عايزين نطلع الهواء من الخليط، بس احنا اول ما الدقيق يختفي هنطفي عليها او هنبطل عجن. هناخد بقى نص الخليط، والنص التاني هنخليه في العجان زي ما هو. هنحط عليه بقى ظرفين كده من الكافي ميكس او نسكافيه، يعني الموجود عندك. انا كان عندي الكافي ميكس. لو عندك نسكافيه اللي هو السادة البلاك، بيبقى كمان طعمها يعني افضل بكتير، بس انا كان عندي ده. فطبعا الكافي ميكس مش هيديني اللون اللي انا عايزاه، فحطيت معلقه كاكاو خام. لكن لو النسكافيه اللي عندك اللي هو البلاك، مش هتضطري ان انت تحطي معلقه كاكاو خام. كده انا عملت خليط من النسكافيه، نص الخليط نسكافيه ونص الخليط فانيليا. ومعايا هنا الصينيه زي ما انتم شايفين، ما عنديش ورق زبده، فغلفت الصينيه كده بدهنه زيت وغلفتها بالدقيق. ومسكت بقى حله العجن والبوله اللي فيها عجين الفانيليا قصاد بعض كده، على اساس ان انا اصبهم مع بعض عشان يطلع لي بالشكل ده، يعني يطلع لي نص ونص. اهي طلعت كده. هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة عالية لمدة تلت ساعة، مش اكتر من كده، تلت ساعة بس. اهم حاجة يكون الفرن سخن قوي. بصوا بقى طلعت بالشكل ده. ممكن بقى تشيلي القشرة اللي على الوش دي، اللي هي دي، وتشربيها سيرب مية بسكر او اي حاجة عندك، وتغلفيها بكريم شانتيه، ويعني تبقى تورتايه. لكن انا طبعا ما كنتش حابه ان انا اعمل تورته، انا كنت حابه اعمل حاجه حلوه كده مع الشاي بالليل يعني. الولاد عمالين يزنوا عايزين حاجه حلوه، فقمت بقى شفت ايه اللي عندي وعملت لهم الكيك الجامد ده. كان عندي صوص شوكولاته وصوص كراميل، وكمان كانت الازايز خلصانه يعني. فقعدت بقى انزل كده كل شويه اللي فيها لغايه ما ادوني شكل كده على الوش. لو عندك زياده زودي. الصوص ده، صوص الكراميل اللي حطيته على نص الفانيليا، والصوص الشوكولاته حطيته على النص اللي هو فيه كافي ميكس. وبقت عندي الكيكه بالشكل ده، جنبها بقى شاي بلبن كده بالليل او شاي بس، والصبح كمان
طعمها تحفة جدا وحلوة قوي وريحتها جميلة جدا، عشان ريحتها نسكافيه او كافي ميكس يعني، ريحتها حاجة كده. لو غلفتيها من بره بقى وجلستيها بكريم شانتيه وحطيتي من عليها شوية فاكهة، هتبقى معاكي تورتاية زي الفل، ومكوناتها حلوة ورخيصة ومش مكلفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.